بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، على الأنبياء والمرسلين جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خالص تحياتي عمرو الصاوي من العاصمة التاريخية محافظة الأقصر. وجه الشكر والتقدير والاحترام إلى قلب صعيد مصر وقلبها النابض محافظة أسيوط. للمرة الثالثة يتم تكريمي في هذه المحافظة، وهذا هو وسام أضعه على رأسي، وأنا أسير في كل محافظات الصعيد بداية من الفيوم نهاية بأسوان. وأنا أتحدث وأقول بأن المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي كرمت عمرو الصاوي. التكريم اليوم يأتي من قيمة وقامة علمية وقيمة رياضية نعتز ونفتخر بها في كل مكان نسير فيه. سيد الدكتور عاصم صابر، وكيل كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط. حقيقة شاهدته في الدورة التدريبية التي أقيمت للاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي بمحافظة الأقصر. مثال لم أتحدث معه، ولكن ما رأيته في عيون المتدربين كان كيف أوصل المعلومة إلى المتدربين المتواجدين من كل بقاع الجمهورية، وخاصة أن أحد المصريين كان متواجدا في ذلك اليوم من المملكة العربية السعودية، حضر خصيصا وغادر بعد هذه الرخصة. وكانت كلماته في حق أخي وصديقي العزيز السيد الأستاذ الدكتور عاصم صابر هي وسام نضعه على رؤوسنا جميعا. السادة الحضور جميعا، تحدث السيد وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط والسيد مدير التربية والتعليم، وتحدثوا على أنهم يمنون النفس بالدور العام الممتاز لكرة القدم. كيف وأسيوط هي من أنجبت قلعة النجوم. نجوم أسيوط زينوا الدور العام الممتاز لكرة القدم على مدار تاريخها العظيم. ولكن كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق إن شاء الله لفرق أسيوط بالكامل. بصفتي نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بمدينة الطور الحاصل على بطولة دوري مراكز الشباب هذا العام، أهنئ مركز شباب النوورة بالحصول على دوري مراكز الشباب بمحافظة أسيوط، وأوجه الشكر والتقدير والاحترام له. دوري الدرجة الثالثة صعب، البداري ينتظر الهدايا من الآخرين وينتظر العودة من جديد إلى دوري القسم الثاني في انتظار الوادي الجديد يطمع. كلها أمنيات، وتبقى في النهاية أنتم حضور الحفل. كابتننا الكبير كابتن جلال أكيد يعني قامة تحكيمية بنفتخر بها حينما يتواجد في الدوري العام الممتاز لكرة القدم. كابتن محمد طه، نجوم أسيوط التحكيميين يزينوا الدوري العام الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. حكام أسيوط يزينوا دوري الدرجة الثالثة مجموعة الصعيد منطقة الأقصر لكرة القدم. البدري أحمد فؤاد، الدكتور أحمد أبو الحمد، مش عاوز أنسى أي حد، كلهم بالكامل حاجة مشرفة بالتأكيد بحكام أسيوط. بنتمنى لهم التوفيق، وفي النهاية شكر وتقدير واحترام للمنصة الكريمة بالكامل. أخي وصديقي الدكتور عاصم صابر سمح لي أن أنا أتواجد في هذا اليوم الكبير، والمنصة الكريمة طبعا الأستاذ محمود التربو منظم الحفل والجميع. أنا بشكر حضراتكم جميعا ومعذرة للإطالة. كل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم. دمتم في أمان الله وطابت أقدامكم. تحياتي عمرو الصاوي.